السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الطيور ديال المزيوقة، هذه الأكل ديال المزيوقة. كيف كتشوفوا هذا اللفت الأصفر قريب غادي يدرسوه، دوزو المكانة. هانتوما كيف كتشوفوا كتلاحظوا ما شاء الله. هذا كيخرجوا منه الزيوت، كيقولوا اللفت الأصفر، كيخرجوا منه عديد من الزيوت. الزيت يعني رقم 1 2 3 4 الى اخره. الزيت الاولى هي زيت المحركه ديال الطائره اللي هي اغلى حاجه، ومن موراها بعض الزيوت الاخرى، وفي الاخر كاين الزيوت اللي كنطيبوا بها زيت المائده ديال العاديه حتى هي. هذه هي كيقولوا لها بالالمانيه رابس الاول، وموجوده في السوق فين ما كان. الان ماشي غاليه على حسب الجوده ديال على حسب الجوده. كاين اللي غاليه، كاين اللي رخيصه. المهم كتبدا من اللتر بواحد اورو 50 وفما فوق. كاين حتى ل 10 11 اورو اللتر. كاين اللي كتجي من السويد فنلاند، كتجي شويه غاليه، ما نعرف علاش، الله اعلم. وكاين اللي هنا كتسوى ديك 4 اورو 5 اورو 7 اورو على حسب، ولكن رخيصه هي اورو، كتبدا من اورو 50. ومعروفه هنا في المانيا ولا في اوروبا، معروفه هاد الزيت. هذه اللفت الاصفر كتكون اللون ديال الطبيعه كامله صفراء، ومن بعد كتولي هكا اللي الحبوب ديالها كحل الى اخره. وهنا عندنا القشمرش، هاد الفاكهه الصغيره اللي معروفه كل عام كنديرها. هاد العام حتى هي انا درتها، هاهي كشمرش معروفه موجوده هنايا دائما. يعني كيغرسها الواحد واحد المره صافي، وكتبقى دائما، يعني ما غاديش يتعاود لها. ولا بغيتي تغرس وحده اخرى كتقطع داك العود وتغرسو، تشكو في الارض وصافي، وكدير يعني الى مثلا هنايا كنشوفوا هنايا بزاف ديال العواد. هنايا هادو من العواد كنحيدوهم اللي طالعين ونغرسوهم، ونخليو هذاك القديم بحال هنا كذلك كنحيدوهم، وباش المره الجايه كيعمل. يعني ساهله الطريقه ديالها باش تغرس، باش دير مزارع كبيره. واحد العام مثلا يكون عندك غير واحد شويه، العام الجاي الدوبل، من بعد شويه كتجبر عندك واحد الفينكه كبيره بهذا المنتوج هذا. وهذا المنتوج هذا ما عندكش المنافس، يعني قليل الناس اللي كديروه. حتى هنا في المانيا ما عندهمش المنافسه، قليله، حيت كيتطلب شويه ديال الخدمه والرزانه والخدمه اليدويه بزاف، وخصك تجنيه مع الصباح بكري. يعني الا وصلت داك 10 ل 11 خصك والو، سواء الا كان الجو بارد. الا كان الجو بارد مزيان واخا. مثلا بحال هاد الشجره هادي، هذا الكثير ديال هاد العواد كيتقطعوا، كيتغرسوا، كيتشكوا في الارض صافي، وما كتحتاج والو. وهي الشجره كتبقى سنين في الارض. كيف كتشوفوا هنايا العود ديالها، ها هو العود ديالها، لا الاخرى ولا الاخرى قديم، كتبقى هكا. والانتاج دائما انتاج ممتاز. ها كيف كتشوفوا الانتاج وافر ما شاء الله. كيعطي الانتاج واحد الشيء اللي ما تصورش، يعني واحد الشيء كثير. هذه مجنيه، يبقى غير العواد. وهاد العواد هادو كيتقطعوا، كيبقاو غير واحد 2 ولا 3 ديال العواد، والاخرين كيتغرسوا في اماكن اخرى، اولا كيديروا بلانطاج، او كيبيعوا هاد العواد هادو. كيسوى الفلوس، حيت الواحد العود واحد في هذيك ديالها في البلانطاجه كتسوى 7 اورو حتى ل 10 ديال الاورو. اما الواحد اللي عنده ما كيسوى والو، يعني كتقطعو كديروا الى راسك. وهذه هي هذا الانتاج هذا هو اللي كاين، ولكن كيعطي واحد الانتاج وافر، انتاج ممتاز ما شاء الله. وكيف قلت لكم ما كاينش المنافسه، يعني الواحد اللي عنده كيبقى دائما عنده. كتمشي تسول، دي هذا الفيديو هذا ولا هذا الصور هذا لهذوك صحاب اللي المنابت اللي كيغرسوا، قول له خصني هذه، يجيبوا لك في اي مكان في اي دوله
هما كيجيبوه، يعني عندهم هما الكونتاكت وكيعرفوا منين غيجيبوه ويجيبوه لك وغرسو. مرة غرس 10 ديال الحبات، العام الجاي غرس 30، وانت غادي حتى تكون عندك واحد الفينكة ما شاء الله. هذا من جهة. حنا نرجعوا لهاد الجهة هادي. حنا عندنا المشماش، هذا صافي تجنا دابا المشماش، هذا هو اشجار المشماش. هذا العام كان المشماش مزيان بزاف، وجد في واحد الوقيته زوينه، يعني ما تعطلش. ما عرفتش علاش، واش الحراره ما كانتش عندنا بزاف هذا العام. المهم تجنا بكري، ها كيف كتلاحظوا هنايا، ولا كيعطي انتاج جد ممتاز. كان عندي انا شي فيديوهات اللي درت فيهم المشماش، واللي بغى يشوفوا يعني انتاج جد وافر. نرجعوا لهنايا. هنا حبل الملوك او الكراز اللي ما شاء الله يعني انتاج جد وافر. هذا ماشي ديال الاكل، هذا ديال الململادة كونفيتور. هذا ديال الململادة كونفيتور، هذا حامض حار، وهذا هو الانتاج ديالو. كيف كتلاحظوا هنايا الانتاج جد ممتاز. هاد البلاصه هنايا كيستعملوه بزاف، حيت هنايا المعامل ديال الكونفيتور في هاد المدينه هادي، وكيستقبلوا كلشي، يعني كيشريو كلشي اللي ينتج الفلاح كيديوه داكشي. باش هنايا في هاد المنطقه هادي منتشر بزاف، منتشر واحد الشيء كتير في هاد الاماكن هادي. وكاين المدينه اللي حداها ما كيغرسوش هاد الشيء، كيديروا غير العادي اللي كينتكل هو اللي كيتباع، ما كيبغيوش يجيبوه لهنايا. بالنسبه لهنايا هذا ديال البرقوق الاسود، باقي عاد تغرس العام اللي فات، يعني هذا عنده بحر هذا العام هذا، ودار شي حبات كيف كتلاحظوا هنايا. ها هما هنايا دار شي حبات. العام الجاي غيكون عامر واحد الشيء ما نتصورش. ما شاء الله، خيرات خيرات. رجعوا للبلاصه مقابله. حتى هو هذا برقوق بحالو، يعني تابع للجهه الاخرى، فرقهم غير الطريق. وهذا الكرز هذا دابا الكرز تجنا، الكرز الحلو اللي كينتكل تجنا، باقي غير الكرز اللي مازال ما حار. هو هذا. نرجعوا لهنايا، هو الكرز اللي حار. هو هذا كيعطي واحد الانتاج يعني جد ممتاز ما شاء الله. وهذا باقي صغير، يعني الاشجار هذه صغيره، عندها عامين، والخيرات ديال الله ما شاء الله. يعني انتم كيف كتلاحظوا هنا الكرز فيما كان كينتج واحد الانتاج ممتاز. كيخصو غير شويه ديال الماء صافي، يعني في المناطق السخونيه كيوجد، يعني ما يقول لك اودي ما كيدارش، ولا ميديتيراني ما كاينش، ولا راه في المغرب راه كاين، راه الجزائر كاين، راه في العراق كاين، راه في سوريا كاين، في اي في مصر كاين، فين ما كان كاين يعني موجود. وكيف كتلاحظوا موجود. ها الكرز انتاج جد مهم، والفاكهه ديالها دائما الاثمنه ديالها طالعه، يعني كيسوى الفلوس وعليه الاقبال، يعني فاكهه نادره شويه، والناس اللي كتعشق هذا الشيء كتشريه، ما كتسولش على الثمن. هنا القمح كثرت ما بغاوش يديروا له ديك المبيدات، وطلع هذا النوع ديال هذيك، لكن ماشي مشكل. ملي كيتدرس كتخرج الحب وحده، وهذا الربيع هذا مزيان، حتى هو فحالو فحال التبن، جوده عاليه، يعني جوده ممتازه كيف كتلاحظوا هنايا ما شاء الله. ايوا هنا الكرز ثاني. ما تنسوناش بالدعم، ديروا لايك، ابوني فضلا وليس امرا، وديرها في سبيل الله وخليها ماشي مشكل. ايوا انتم هنايا عاوتاني كيف كتلاحظوا هنايا الورود بالنعمان، الخيرات ديال بالنعمان، مناظر جميله جدا مع هذا الشعير. هذا الشعير ماشي القمح، كتلاحظوا هنايا هذا الشعير هو ما شاء الله. والمدينه ماشي بعيده، ها كتشوفوا هنايا المدينه ماشي بعيده، يعني
غير الحاشيه ديال المدينه، ومناظر مزيانه. هاد بن نعمان هذا مزيان في هذا الشعير هذا، وهاد المناظر الجميله جميله جدا. وهنا الجهه الثانيه كتلاحظوا هنايا هذا البرقوق، برقوق موجود ما شاء الله. احنا منطقه فلاحيه 100% ما شاء الله. ما نساوناش راني بزاف ما ديرتش الفيديوهات، انا مريت شي شويه داكشي باش ما كنديرش فيديوهات. كاين اللي كيدير الفيديوهات، انا ما كنديرش، وغير كنصور وصافي، يعني غير كنجيبهم وصافي. الحاله شويه مريت شويه داكشي باش ما كان، ماشي انا اللي كنصور وماشي انا اللي كندير هاد الفيديوهات. المهم غير باش نتابعوا، باش نخليو المتتابعين يشوفوا بعض الفلاحة وهذا الشيء. وكنشكركم جزيلا، وما تنساوناش بالدعم، يعني حتى الى انسان واحد الوقت غادي يكون مزيان، وان شاء الله نعاودوا من جديد ونعاودوا نجدوا كل حاجة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو قادم إن شاء الله.